الملك المظفر يوسف صلاح الدين الأيوبي الذي ربما الكثير لا يعرف اسمه. وجدت من عجائب الأمور أن الله جل وعلا حمى بلدنا مصر على يده من أكثر من 14 حملة صليبية. واسألوا دمياط وبورسعيد، واسألوا الموانئ الشرقية في بلادنا، واسألوا بلبيس والمعركة الفاصلة الكبرى التي قادها الأيوبيون أمام الصليبيين. لا أتعجب أن أرى بيننا من يريد اليوم أن ينسى الأطفال صلاح الدين الأيوبي، لأن التاريخ لم يذكر عنه إلا معركة حطين، لكن التاريخ لم يذكر أنه حكم مصرا 24 سنة أنشأ فيها المستشفيات والمدارس والمعاهد والمراكز الطبية، بل ومعسكرات الجند والتسليح. فتاريخنا لم يذكر ذلك للأسف، لذلك هم يريدون جيلا يخرج ليبغض صلاح الدين الأيوبي، حتى لا يرجع أحدنا فيقول وما المشكلة يا جماعة أن يأتي عندي جيل بعد 5 سنوات لم يسمع عن صلاح الدين. لا مشكلة عندك، لكن مشكلة كبرى عند العقلاء الذين يفكرون 50 سنة إلى الأمام و100 سنة إلى الأمام أخرى، عندما ينتشر التشيع في بلادنا، عندما يقتل من يترضى عن أبي بكر وعمر. إنك اليوم أمام تاريخ يزور علنا ويزيف عمدا حتى يخرج عندنا جيل لا يعرف عظمة هذا الدين. زمانك بستان وعصرك أخضر وذكراك عصفور من القلب ينقر. دخلت على تاريخنا ذات ليلة فرائحة التاريخ مسك وعنبر. رفاقك في الأبوار شدوا سروجه وجندك في حطنا صلوا وكبروا. تأخرت عنا فالجياد حزينة وسيفك من أشواقه